وحول هذا الموضوع وطبيعة النشر عبر هذه المنصات والقوانين التي تحكمها يحدثنا ضيفنا من القاهرة الخبير في التسويق الرقمي الأستاذ أحمد محمد. أهلا بك سيد أحمد على شاشة الغد. أهلا بك. أهلا وسهلا. في البداية، ما الذي جرى مع أغنية محمد عساف؟ طبعا نزلت 2015 طبعا مده كبيره جدا نزلت فيها الاغنيه، فجاه لقينا الاغنيه مش موجوده. اسباب كتير جدا ممكن تكون ورا اللي حصل ده، منها ان يكون البروفايدر او الشخص اللي ودى الاغنيه اصلا للمنصات زي سبوتيفاي وزي ادباني وزي اي تيونز وكل ده، يكون عمل اكشن غلط او حاجه غلط تكنيكالي من جوه من عنده من الداشبورد يعني، فبالتالي الاغنيه اتشالت. ممكن يكون حقوق الاغنيه للبروفايدر ده خلصت، ففي اسباب كتير جدا ورا الاختفاء بتاع الاغنيه. بالمناسبه هي ظهرت تاني واختفت تاني برضه، يعني هي مش موجوده دلوقتي برضه على سبوتيفاي ولا على اي تيونز. طيب، إذا ما تحدثنا عن سبوتيفاي وأبل ميوزك، هذه المنصات من يتحكم بها وفي طبيعة المحتويات التي تنشرها؟ حضرتك الموضوع من أوله بيتم عن طريق وسيط، يعني أنا مش بودي على طول دايركت للسبوتيفاي أو ايتونز، في وسيط في النص شركات، هم 3-4 شركات عالمية مشهورين موجودين في فرنسا وموجودين في إنجلترا، من أهم الشركات اللي بتوصل الأغاني دي للبلاتفورم. في معايير عشان أطلع عليها الأغنية. أول حاجة إن الصورة ما يبقاش فيها أي حاجة ضد سياسات البلاتفورم، الاوديو يبقى مظبوط، الصوت يعني بتاع الاغنيه نفسه يبقى الكواليتي بتاعته مظبوطه، ما فيهوش اي تحفيظ على اي حاجه عدائيه ضد سياسات البلاتفورم. وغالبا كل البلاتفورم نفس الفكره، اللي هو سبوتيفاي وديزر وايتونز وانغامي كلهم نفس الطريقه ونفس الجزء. فدي القواعد المبدئيه اللي لازم اخلي بالي منها وانا بودي التراك ده او بودي الاوديو ده للبروفايدر بتاعي. نعم. طيب، اذا ما تحدثنا عن قواعد واضحة لهذه الشركات، أم أن الأمر يسير فقط بالأهواء يعني؟ في قواعد واضحة في كل. ما هي طبيعة هذه القواعد بالضبط؟ ما هي طبيعة هذه القواعد؟ القواعد واضحة في كل البلاتفورم، وبالفعل البروفايدر بيبقى ممضي الكلاينت أو ممضي الشخص اللي يبدأ يوصل أغاني عليها، وهي واضحة وصريحة. لو دخلنا على كل بلاتفورم إذا كان سبوتيفاي أو غيره، في رولز كده تحكم الشغل. اول حاجه ان المحتوى اللي يكون متسلم يكون ما فيهوش اي حاجه ضد السياسات بتاعت البلاتفورم، اللي هو يكون بيحرض على اي حاجه ضد مثلا حاجه بتحرض على الكراهيه، او ان هو يكون فيه مثلا الفاظ مسيئه في الاوديو نفسه او في الاغنيه. الصوره اللي موجوده بتاعت التراك تبقى واضحه وما فيهاش اي حاجه برضه بتحرض على اي شيء. شويه قواعد ورولز واضحه وصريحه لكل حد بيودي اي اوديو على البلاتفورم عن طريق وسيط يعني، مش دايركت. طب، ومن منظوركم الشخصي، يعني هل اخترقت هذه الأغنية هذه القواعد التي توضع من قبل تلك المنصات؟ والله خبرة الواحد في السنين اللي فاتت كلها في توصيل أغاني كتير جدا على بلاتفورم كتيرة جدا، هو فكرة إن السبب ده مش بيجي لنا، يعني بيجي لنا إيجاز رسمي إن الأغنية دي عملت حاجة، طلع حاجة اسمها بلاك ليست أو اتحطت في البلاك ليست. الأسباب بتبقى الصورة مثلا، اسم الاغنيه مش ملائم للبلاتفورم، فبالتالي بنغير اسم الاغنيه. الصوره فيها مشكله، الصوره مش واضحه، بعض كلمات الاغنيه هم معترضين عليها، بس ما بيجيلناش يعني تصريح كده اللي هو معادي للساميه. طيب، الفنان الفلسطيني قال إنه تلقى إيميلا رسميا يفيد بهذا أو بالسبب حذف هذه الأغنية. هذا السبب قال إنها تدعو لمعادية السامية وغيرها من الأسباب. كيف يمكن أن تتحكم هذه الأمور ولو بشكل مستتر في قواعد النشر على هذه المنصات؟ قد يكون هنالك تدخل لبعض الجهات في البلاتفورم ده، وده على فكرة برضو حصل في، خليني برضو اقول لك، واقعة الفيسبوك الشهيرة في الاحداث بتاعت المسجد الاقصى. كان في ناس كتير جدا بتكلمني بخصوص ان في بوستات كتير جدا بتتشال لمجرد بس ان هم بيساندوا القضية، بيحطوا منشورات بتدعم فلسطين وبتقف مع الفلسطينيين، فبالتالي فالفيسبوك بيحذفهم. فواضح جدا ان ده توجه عند معظم البلاتفورمز، اذا كان فيسبوك او يوتيوب كمان دلوقتي، او السبوتيفاي او معظم الميوزك ابلكيشنز. فممكن يكون في تدخل ما في ان هو يمنع الاغنيه دي تظهر تاني للجمهور. طيب، عدم توضيح المنصات اسباب عوده الاغنيه مره اخرى بعد اختفائها ربما يقود البعض للتفكير في ان ما حدث شكل من اشكال الاستهداف المتكرر والمقصود للفن الفلسطيني وليس مجرد حقوق ملكيه. كيف ترى ذلك؟
والله هو حصل برضو في اغاني كتير جدا موجوده على البلاتفورم، وبرضو حصل شويه يعني تعنت تجاهها في فترات سابقه برضو. فاعتقد ان ده برضو يكون سبب من الاسباب ان هم شايفين ان ده بيحرض، مع ان يعني كلمات الاغنيه لو قرينا كلمات الاغنيه ما فيهاش اي تحريض على اي حاجه. هو راجل بيعتز بالجنسيه بتاعته، بيعتز بكونه فلسطيني، ما فيهاش اي مشكله. والغريب كمان لو حضرتك خدت بالك ان الاغنيه رجعت تاني تحت اسم فري بي، يعني فري فلسطين، الليبل او الشخص اللي عامل لها يعني اللي عامل لها سبميت للابلكيشن، وبعد كده اتشالت تاني. فواضح ان في مشكله في البلاتفورم او مشكله في الابلكيشن نفسه من عندهم فنيه، هي مش مشكله يعني مش مشكله يعني ليها علاقه بالانتماءات، لا هي اعتقد هي مشكله فنيه عند البلاتفورم سبوتيفاي او اي تيونز. بالضبط. ولكن محمد عساف اشار الى انه قد وصله ايميل رسمي من قبل هذه الشركات يفيد بان هذه الاغنيه تشير الى معاداة السامية. هو ممكن يكون ده حصل طبعا، والفنان طبعا يعني ده نقلا عن الفنان واللي قاله، بس خلينا نقول برضو ان ده سبب من الاسباب ممكن نحطه. والسبب الثاني هو السبب الفني اللي انا قلت لحضرتك عليه، اللي هو ليه علاقه بان الحقوق تكون انتهت وانتقلت لشركه ثانيه. في فتره النقل الحقوق ما بين شركه لشركه ثانيه دي ممكن يكون الشركه الثانيه ما رفعتش الاغنيه ثاني، فبالتالي وقعت من او سقطت من البلاتفورم اللي هو سبوتيفاي او اي تيونز. طيب اذا ما تحدثنا عن حلول لهذه المشكله، كيف يمكن أن تعالج في المستقبل؟ في المستقبل احنا المفروض يبقى لنا يعني نحاول احنا كعرب يعني او يعني كناس فنانين عرب ان احنا نبدا نعمل البلاتفورم بتاعنا او نعمل المنصات اللي نقدر نطلع عليها. دي حاجه. تاني حاجه لازم التيم العربي يبدا يتواجد بقوه في المنصات دي، اذا كان سبوتيفاي، اذا كان يوتيوب، اذا كان فيسبوك، اذا كان ديزر، اي بلاتفورم لازم نتواجد بقوه عشان مراجعه المحتوى ده، لان المحتوى ده محتاج ناس فاهمه الكلمات ايه وفاهمه ان هي توضح للاداره ان الكلمات دي لا تحض على اي كراهيه ولا اي معاداه للساميه. فده لازم يحصل في المستقبل ان شاء الله. بالحديث عن الاتهامات، البعض أشار بأصابع الاتهام إلى المجموعة البريطانية الموالية لإسرائيل We Believe in Israel، والتي اتهمت من قبل بالضلوع في حذف أغنيات أخرى لمطربين آخرين. ولكن كيف تحقق مثل هذه المجموعات هذا النفوذ الرقمي الذي يمكنها التحكم في المحتوى أو يمكنها في التحكم في هذا المحتوى؟ خليني أقول لحضرتك إن موضوع الريبورت أو موضوع التبليغ عن أي محتوى على أي منصة هو سهل ومتاح للجميع، والبلاتفورم او المنصه مديه الاوبشن ده لكل الناس ان هي تستخدمه. فلو اجتمع عدد كبير جدا زي المجموعه دي مثلا ان هي عملت ريبورت في وقت واحد بعدد كم هائل، مثلا لو افترضنا 20,000 او 30,000 شخص، فبالتالي البلاتفورم يبدا يعيد النظر في المحتوى وممكن يشيلوا من المنصه، فيمكن يبقى لهم تاثير طبعا، ممكن يبقى لهم يد في الموضوع ده طبعا. طيب كثيرا ما نرى أن مختلف منصات التواصل تخضع القضايا المتعلقة بدعم فلسطين لرقابة كبيرة وأشكال حتى من التضييق. برأيكم لماذا؟ ومن هو الطرف الأساسي الفاعل في ذلك؟ خليني اقول لحضرتك ان معظم البلاتفورمز طبعا اهمهم واشهرهم هو الانستجرام والفيسبوك واليوتيوب، هم يعني هم متشددين جدا في اي قضايا عليها جدال او خلاف. يعني اي قضيه حتى اي محتوى بنحاول نرفعه على كل البلاتفورمز دي بيبقى فيه زي ما قلت لحضرتك مراجعه يعني صارمه جدا من جانبهم، لان هم مش عايزين اي حاجه تعمل اي جدل او تعمل اي خلاف او اي كراهيه او اي تحريض ضد اي حد. فهم في الجزئيه دي صارمين جدا، وده لاحظناه في الاحداث بتاعت الاقصى الاخيره ان هم بداوا يشيلوا بوستات كتير، لا ويعاقبوا كمان اصحاب الاكونتات بان هم يحظروا الاكونتات بتاعتهم. الخبير في التسويق الرقمي أحمد محمد كنت معنا من القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا.